بسم الله الرحمن الرحيم. يا مساء الخير على أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من خلال قناتي على اليوتيوب، وكمان تابعوني على صفحتي على الفيسبوك. النهاردة عندنا 4 مواضيع مهمين هنتكلم عليهم. عندنا كهرباء والسوبر، عندنا المادة 26 في لائحة النادي الأهلي، عندنا تجديد عقود اللاعبين والراحلين، وعندنا كمان الاتفاق المبدئي ما بين الخطيب ووليد دعبس. طب أول موضوع هنتكلم فيه النهاردة موضوع كهرباء والسوبر. المستشار عادل الشرباجي عليه ضغوطات من كل الشخصيات الكبيرة في نادي الزمالك، وأولهم المعزول مرتضى منصور. ليه بقى؟ إن هما دلوقتي بيقول لك خلاص هو الموضوع في إيدك. طب أنت ليه ما بتبثش في الموضوع؟ لسه في 10 أيام على السوبر، يعني ممكن تلحق تخلص وتبث في الموضوع. وبالتالي قال لك كمان المستشار مرتضى منصور المعزول قال لك انا كمان مستعد يتحقق معايا عشان تبث في الموضوعين قبل مباراة السوبر. فطلع وليد العطار وجمال علام رئيس الاتحاد هم اللي واقفين في الموضوع، عايزين يمشي قانوني، عشان مش هنقول خايفين من النادي الاهلي، عشان مش متوقعين ردة فعل النادي الاهلي في القضية ديت. ليه بقى؟ ان النادي الاهلي مقدم مذكرة للجنة الانضباط، قال لهم انا عندي 8 اسئلة لازم تجاوبوا لي على الاسئلة ديت عشان نعرف انت ليه بتعاقب كهرباء، ايه المادة اللي انت استندت عليها عشان خاطر تعاقب كهرباء، فين الشكاوي المقدمة من لجنة او من رئاسة النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب ضد مرتضى منصور واعضاء مجلس الادارة اللي مقدمين شكاوي في مرتضى منصور، ودي تواريخها اقدم من قضيه كهرباء، ولغايه دلوقتي محدش بص فيها. فكل المواضيع ديت ال8 نقط دولت مهمين جدا بالنسبه للاهلي، فالمذكره دي لها اهميتها. ليه بقى؟ ان هم لو بثوا في القرار وخدوا قرار من غير ما يردوا على النادي الاهلي هتبقى في مشكله كبيره بالنسبه لاتحاد الكوره، هيبقى شكله وحش قوي 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 لو وصلت المرحله انهم يقول لك احنا مش هنلعب ماتش السوبر. فوليد العطار وجمال علام واقفين للموضوع دوت، وبالتالي برضو المستشار عادل الشرباجي قال لك لازم تردوا على النادي الاهلي الاول. ده الطبيعي، انت المفروض جاي لك ايميل او جاي لك خطاب ترد على النادي الاهلي عشان نكمل بقيه الاجراءات. طبعا الموضوع ده عمل قلق لمجموعه كبيره من الزملكاويه، ان هم حاسبين عقوبه كهرباء وان هو ما لعبش بطوله السوبر ده بالنسبه لهم يعتبر انجاز ويعتبر بطوله. فده الموضوع ده هيتبان بقى في خلال ال10 ايام اللي جايين دولت. بس الواضح ان النادي الاهلي واخد قرار او محضر قراره في اي لحظه محمود كهربا هيتوقف، بالتالي مش هيقدروا يلعبوا السوبر، وهتبقى شكلها وحش قوي، وكمان البطوله هتتلعب بره الاراضي المصريه. وكمان السبونسر والدعايه والشركات المعلنه، وهتبقى فيها خساره كبيره 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 جدا على اتحاد الكره المصري. ده اول موضوع. الموضوع الثاني اللي هنتكلم فيه النهارده موضوع الماده 26 من قانون لائحه النظام الاساسي في النادي الاهلي، الحل الجذري للمدرج. احنا طبعا الفتره اللي فاتت ديت سمعنا وقرينا وشفنا تصرفات من ناس ما اقدرش اقول غير انهم ناس عفوا يعني في الكلمه، ناس ما عندهاش اي نوع من الادميه في التعامل مع الشباب في المدرج. طيب عشان نحل المشكله دي دلوقتي، احنا طبعا اتكلمنا عن هنتكلم عن الماده 26 في قانون لائحه النظام الاساسي في النادي الاهلي. بيقول لك بقى حق النادي الاهلي انشاء الروابط والاشراف عليها. يعني من حق النادي الاهلي ان هو يعمل روابط وهو اللي يكون اللي بيشرف عليها. الترخيص لمجموعه من المشجعين بانشاء روابط بهدف اسكاء روح الولاء والانتماء للنادي بعيدا على التعصب، وفي نفس الوقت تعميق مفهوم ان الرياضه فوز وهزيمه. طب هنتكلم في اول نقطتين دلوقتي. يبقى من حق النادي الاهلي باللائحه وبالقانون ان هو ينشئ روابط للنادي الاهلي من مشجعينه، ده قانوني. طيب
تاني حاجه ان انت المشجعين اللي انت هتجيبهم دولت او الروابط اللي انت هتعملها ديت، انت بتبث فيهم وبتوعيهم وبتديهم بتعمل معاهم جلسات توعيه، بتفهم الشباب. ودي مسؤوليه من اداره النادي الاهلي انها توعي الشباب اللي مطلوب منك، اللي ليك واللي عليك. لما انت توصل الشباب وتوعيه ان انت داخل مدرج للكوره بس فقط لا غير، فانت كده بتبعد البنزين عن النار، بتبعد الشباب وبتبعد المدرج عن المخبرين او الداخليه. انت دلوقتي الكوره للملعب، او كوره للمشجعين، الكوره كوره بس، مش عايزين ندخل فيها اي امور تانية. طيب رقم 3 بيقول لك تقديم خدمات لهذه الرواتب. انت اساسا كده كده النادي الاهلي بيقدم الخدمات دي لجماهيره. يعني بمعنى ايه؟ في ماتش في اسكندريه، في ماتش في بورسعيد، في ماتش في اسماعيليه، في ماتش في اسوان، انت بتنظم لهم باصات بتنظم لهم وسائل مواصلات مريحه على اساس انهم يروحوا يشجعوا النادي الاهلي. طب ما تعمل الموضوع ده في اطار قانوني وتنشئ الروابط ديت وتكون يعني مش تقول لي لا انا بقى هجيب شركه امن عشان تنسق لا 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 لا. اداره النادي الاهلي كفيله انها تعمل اداره مخصصه للجماهير، اداره مخصصه للمدرج، تبقى دي مسؤوليه النادي الاهلي. غير كده الموضوع مش هيمشي. طول ما في المدرج جماهير، وطول ما في المدرج هنقول عليهم المرشدين او المخبرين او الامن الداخليه في الملعب، كده احنا بنحط الناس دي قدام بعض. ليه بقى؟ ان اول ما ابتدى ماتش الرجاء والناس دخلت والناس ابتدت تقعد والناس ابتدت تخش وابتدى الناس اللي هم المرشدين يظهروا، الشعلة جت من المدرج. الشعلة انا سألت في الموضوع ده كتير وكلمت ناس كتير، والناس عارفة ان انا اتكلمت في الموضوع ده وسألت فيه ناس كتير قوي. قال لك الموضوع طلع من الشباب قال لك شمال يمين طلعوا المرشدين. طب ما هي دي البداية. ما هو المرشد ده برضه واخد اوامر وان هو ما حدش يعمل كده وما حدش يقول كده والموضوع ما يتصعدش وما يتكلموش وي 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 وي. ليه احنا داخلين في النفق المظلم ده؟ احنا كل اللي احنا عايزينه دلوقتي زي ما قلت لك باللائحه، بالماده اللي هي 26 من قانون لائحه النظام الاساسي في النادي الاهلي، ده الحل الجذري. الحل الجذري ان احنا ننشئ اداره لاداره المدرج، ومن تحت الاداره دي تنزل بقى الكاب والناس اللي هتبقى بتشجع وايه اللي هيدخل وايه اللي مش هيدخل، وتنزلوا السناره وتنزلوا الترومبيطه وتنزلوا كل الشغل بتاعكم وتعملوا دخلات، تبقى منظمه مسؤوليه النادي الاهلي. ليه بقى انا بقول مسؤوليه النادي الاهلي؟ النادي الاهلي محتاج جمهوره، والجمهور عارف ان النادي الاهلي قوي طبعا واللعيبه موفقه واحنا ماشيين كويس وكل حاجه، بس كل ما الجماهير كانت متواجده في المدرج كلما زاد انتصارات النادي الاهلي وتحقيق بطولات. ولهم اداره النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي الاثنين دول متفقين على حاجه واحده اللي هي تشجيع النادي الاهلي. فالنادي الاهلي بيطالب الامن بال50,000 و70,000. طب ما ده لود على برضه الامن. يعني انت هو لود على الامن وفي نفس الوقت الامن عنده مشاكل كتيره. يعني لو احنا هنتكلم في المواضيع دي هقول لكم ان مصر مستهدفه. فخلي الامن لشغله، وخلي الامن بره الاستاد، وخلي اداره النادي الاهلي وهي تقدر على كده. يعني اداره منظومه زي منظومه النادي الاهلي مش عارفه تنظم ماتش مدرج، مش عارفه تجيب مجموعه من الشباب تكون معروفه لاداره النادي الاهلي وتكون معروفه للامن وتنظم وتحطوا كبوهات وناس تطلع السماعه وتشجع وناس تقوم وناس تقعد ويبقى المدرج نار. مش عارفه تنظم حاجه زي كده. دي انا شايفها انها حاجه مستحيل اداره النادي الاهلي ما تقدرش تعمل حاجه زي كده. فانت بتطالب اداره النادي الاهلي بتطالب بال50,000 وال70,000، مش عارفه تنظم حاجه زي كده. فدي بيتهيألي لازم اداره النادي تفكر فيها، ولازم صوتنا يوصل وكل الناس تتكلم في الموضوع دوت. احنا مش عايزين ندخل حاجه بينا النادي بتاعنا والجماهير بتاعتنا والاداره بتاعتنا. احنا ننظم واحنا نقدم احلى مستوى. الالتزام بالتوعيه، والتوعيه هتيجي من انك حتى الناس المسؤولة اللي هتبقى موجودة في المدرج من قبل النادي الأهلي هتبقى الجماهير متقبلاها، هيبقى في روح تعاون، هتبقى في حاجات هيطلعوها مع بعض هو، وهتلاقي في نظام وهتلاقي محدش بيشتم وهتلاقي في نظام. ليه بقى؟ ان هو هتبقى في ايده الصلاحيات اللي موجود
اللي هو المشرف على المدرج هتبقى في ايده صلاحيات، بس في حدود ناس برضو متعلمه وناس مثقفه وعارفين الشباب والشباب المدارس والجامعات ومهندسين ودكاتره وكل الفئات موجوده في المدرج، هيعرف يتعامل لما يكون اللي واقف دوت المشرف على المدرج دوت راجل مثقف وراجل مؤهل ان هو يمسك منصب زي ده في اداره النادي الاهلي. بجد هي دي حل المشكله، وانا هفضل ورا الموضوع ده وهنتابع مع بعض فيه ان شاء الله. الموضوع التاني اللي هنتكلم فيه للاسف يعني طلع فيديو من اعلامي جزائري، وانا هحاول ازع لكم المقطع الفيديو دوت من الاعلام الجزائري بيتكلم عن خالد الغندور وعن الفترة اللي فاتت وعن طريقته وعن اسلوبه اللي بيتكلم فيها على جماهير النادي الاهلي. طبعا هو والشخصية التانية او الكابتن التاني اللي اسمه ميدو، يعني طبعا هما الاتنين دولت اساس الفتنة ما بين الجماهير على مدار سنوات كبيرة. طبعا هو اللي واخد نصيب الاسد طبعا خالد الغندور، ان هو كل موضوع وكل قصة من ساعة ما زور الكتاب وبعته في المغرب وقال لهم دول بيعملوا ودول بيسووا، وعمال يتكلم على جماهير النادي الاهلي لدرجة ان هو بيقول لك احنا عايزين جماهير النادي الاهلي، عايزين جمهور محترم. يعني انت قصدك ايه يا خالد غندور من موضوع ان جماهير النادي الاهلي محترمة؟ جماهير النادي الاهلي احسن واقوى وعندهم انتماء وبيحبوا ناديهم ومحترمين جدا، بس هي المشكلة في النظام بمعنى ان لازم الموضوع يتنظم. فطبعا انت فكرك مش هيوصل لكده، انت بتتكلم بعنصريتك لنادي الزمالك فهب عليك، فعمال بتتكلم وتنتقد جماهير النادي الاهلي، فطلع الاعلام الجزائري دوت حطك عند حدك، حطك في مقدارك لا اكتر ولا اقل. للاسف انا بتكلم عليك بالطريقه ديت عشان انت الموضوع زاد عن حده. انت لما تقعد تفكر بينك وبين نفسك وطالع في اخر فيديو تقول لك اخواتي واصحابي واولادي، انت ما بتفكرش بالطريقه دي، انت بتفكر في الترند، بتفكر ازاي تبقى انت على سيره كل الناس والناس بتتكلم على مواضيعك اللي هي مش موضوعيه، ولا هي مواضيع بعتبرها انها مواضيع بتنشأ تعصب. فيا ريت نسمع الاعلامي ده وتسمع منه الكلام ده خالد غندور على اساس تستوعب انت وصلت حالك لفين، لدرجه ان دلوقتي بقيت عالمي. مفيش حد بره مصر وجوه مصر، بره مصر جوه مصر وبره مصر الا بيتكلم عليك بطريقه انت المفروض تخجل من نفسك منها. يعني هنذيع الفيديو دوت دلوقتي ان شاء الله وتسمعوه. إلى الإعلام المصري أو شبه إعلامي خالد الغندور. كابتن خالد، يقال في الأدب بأن النقد أحيانا يكون بالأدب والأخلاق. أن تكون مقدمة برنامج يجب أن تستعمل اللباقة لكي تكسب قلوب المشاهدين. يجب أن تكون لبقا في تعاملك، في تصورك للأشياء. كابتن خالد، النجومية ليست هي أن تسب وتشتم جهة معينة حتى تحبك جهة الأخرى. يا كابتن خالد، في الحياة يجب أن يكون لك مبدأ تؤمن به، مبدأ عن قناعة وعن أخلاق وعن تربية. الرياضة يا كابتن خالد هي رسالة قبل أن تكون لعبة، هي رسالة سلام ومودة ومحبة واحترام وإخاء وصداقة. الإساءة إلى جماهير النادي الأهلي يا كابتن خالد لن يعلي من مقامك، ولن تمنح لك جائزة نوبل، ولن يرضى عنك من تحب. كابتن خالد، جماهير الأهلي جماهير محترمة، هي جماهير الكيان المشهورة، هي الأفضل، هي الأحسن. جماهير النادي الأهلي هي قلعة الأبطال وقلعة الملوك. عندما تتكلم عن التحليل الفني يجب أن تبدأ بجماهير النادي الأهلي. تصور أصغر جمهور، أصغر مناصر مشجع في النادي الأهلي عنده بطولات أكثر من مسيرتك أنت ومن معك ومن يروج لأفكارك. احترم نفسك يا سيدي حتى تحترم. الرياضة احترام وأخلاق، تأدب يا كابتن خالد. الحياة لا تتوقف على وظيفة أو قناة، بل الحياة تنتهي عندما ينتهي المبدأ، عندما تصبح أنت يا كابتن خالد بضاعة تباع وتشترى، وكلمات تعطى لك تقولها هنا وهناك مقابل مادي
هنا تنتهي الحياة يا كابتن خالد. احترم نفسك، جماهير الأهلي أكبر منك، عشاق النادي الأهلي يجب أن تفتخر بهم أنت ورغما عنك، هم الأفضل والأحسن. احترم نفسك يا كابتن خالد رجاء. الموضوع بقى التاني اللي هنتكلم فيه، احنا اتكلمنا عن المادة واللائحة واتكلمنا عن خالد الغندور. نتكلم بقى على الاتفاقات او المواضيع الانتقالات. موضوع الانتقالات الفترة اللي جاية ديت، فالناس طبعا لازم تكون شغالة من بدري وبتجهز من دلوقتي للميركاتو الصيفي والسكواد اللي هيبقى عندنا ومين هيقعد ومين مش هيقعد. فظهر الفترة اللي فاتت محمد رضا بوبو واحمد كمال عبد الواحد طلبوا من إدارة نادي فيوتشر وبالاخص الاستاذ وليد دعبس الانتقال الى النادي الاهلي في فتره الانتقالات الصيفيه. طبعا بعد ما وصل الكلام ده للاداره ووصل الكلام ده للاستاذ وليد دعبس، وعدهم ان هو الفتره اللي جايه التفكير في انتقال، بس هيكون الكلام ده طبعا اخر الموسم مع موسم الانتقالات. طب هنتكلم في النقطه دي. هو ديانج في النادي الاهلي تقريبا هو كده استكفى من فترة الاحتراف في النادي الاهلي، وبيفكر طبعا انه ليه الحق، كل الحق ان هو راجل قدم اللي ليه وخد برضه اللي ليه، قدم اللي عليه وخد اللي ليه، فهو من حقه برضه ان هو يفكر ان هو عايز يمشي. وهو تقريبا جاي له 4 عروض، جاي له من هولندا وجاي له من تركيا وجاي له من دول خليجية، فالراجل بيفكر ان هو يمشي. طبعا النادي الاهلي بيتكلم في 5 مليون يورو فيما فوق يعني، في حاله ان ديانج هيمشي، وده الواضح وده اللي احنا متاكدين منه. فعندك كده محمد رضا بوبو على الرادار بتاع النادي الاهلي. هنبقى محتاجين محمد رضا بوبو، وهنبقى محتاجين كمان امام عاشور. بس انا امام عاشور هتكلم فيه مع بقيه الشباب او بقيه الرجاله اللي هي هتقعد او هتمشي يعني. فاتفق الكابتن محمود الخطيب والكابتن او الاستاذ وليد دعبس اتفاق مبدئي كده ان تكون في انتقالات احمد كمال عبد الواحد ومحمد رضا بوبو للاهلي في الانتقالات الصيفيه. هنخش تاني دلوقتي برضو على الناس اللي هتبقى موجوده في النادي الاهلي، والناس اللي هي بتخلص عقودها، بتخلص عقودها، والناس اللي هي بتجدد عقودها. فطبعا عندنا النجم الميجا ستار زي ما بيقولوا كابتن حسين الشحات. طبعا حسين الشحات واخوه محمد الشحات قعدوا مع الكابتن امير توفيق، قعدوا معاه الفتره اللي فاتت دي قعده واثنين، ودي تقريبا القعده الثالثه. الشحات جاي له عروض بمبالغ غريبه من الامارات والسعوديه، وارقام الصراحه الواحد لما سمعها طبعا مش هقدر اتكلم فيها. بالنسبه لحسين الشحات مبالغ كبيره، وكمان جاي له من جوه مصر، يعني بيراميدز حاطط مبلغ كبير، يعني بيقول له انا هديك $1.5 مليون في 3 سنين، يعني هياخد $1.5 مليون في 3 سنين. فطبعا اداره النادي الاهلي بلغت امير توفيق تبلغ الشحات انهم مقدرين اللي هو بيعملوا الشحات حسين الشحات للنادي الاهلي، ومقدرين التضحيات اللي بيعملها. وطلب حسين الشحات طلب من امير توفيق يبلغه للكابتن محمود الخطيب، وطلب مخصوص ليه يعني. فان شاء الله الاهلي هيعمل اللي يرضي حسين الشحات، وحسين الشحات هيتنازل شويه، ان هو حسين الشحات متاكد 100% ان مفيش حاجه هتعوض ان هو يكون في النادي الاهلي، وفي نفس الوقت يكون مستريح في طلباته، وهيكون في توفيق ما بينهم، وان شاء الله هيعدي الموضوع ده، بس بعد مباراة السوبر ان شاء الله. ياسر ابراهيم خلاص ان شاء الله كده مجدد 2 سنين كمان للنادي الاهلي، بس برضه زي ما قلت لكم بعد العودة من الاجازات. رامي ربيعة في كلام عليه، الخواجة لسه بيفكر موجود مش موجود، بس بنسبة 70-80% هيكون ربيعة موجود. ايمن اشرف للاسف يعني هو الراجل برضو قدم اللي عليه وقعد فتره كويسه في النادي الاهلي، بس هو هيبقى خارج النادي الاهلي. امام عاشور تحت رادار النادي الاهلي، دي النقطه اللي انا قلت لكم هنتكلم فيها مع شباب. امام عاشور ده تحت اداره النادي الاهلي ليه؟ ان الاهلي ابتدى يسال على مرتب امام عاشور. طبعا انت لما عندك ديانج يمشي هيبقى عندك عايز تعوض مكانه، وقلنا محمد رضا بوبو هيجي مكان ديانج، وكمان
لما تلاقي واحد زي امام عاشور قدم السبت وقدم الحد وبيتكلم بطريقه كويسه وبتاسف لاداره النادي الاهلي وبتاسف للكابتن وليد سليمان و معلش يا جماعه كانت غلطه، وهو برضو عيل صغير ممكن تكون الحماسه خدته مش فاهم الوضع ماشي ازاي. كلمه اتقالت في وسط اوضه اللبس سخن معاها وقال الكلام ده ممكن يحصل. فانا شايف ان امام عاشور ماشي في سكه ان هو مقدم السبت للنادي الاهلي، وان هو بيفكر لو هيرجع هتكلم بقى في النقطه دي، لو هيرجع النادي الاهلي او هيرجع لمصر يبقى من النادي الاهلي افضل ليه ان هو يرجع ليه. مشكله امام عاشور دلوقتي في ميتلاند الدنماركي ان امام عاشور بقى له 4 ماتشات ما بيلعبش، ودخل عليه مدرب جديد. المدرب اللي كان بيلعبه مشي ودخل عليه مدرب جديد. المدرب الجديد ده مش مديله اي اهتمام، فبالتالي امام عاشور كلم احمد يحيى وقال له شوف لنا حل في الموضوع دوت، لو هم هستمر معاهم عايزيني او مش عايزيني. وفي نفس الوقت برضو في عروضات ممكن تجيله عن طريق سمسار هولندي تقريبا جايب له عروض في انجلترا. الكلام ده مش متاكد منه لسه، بس الاهلي دلوقتي بيفكر في امام عاشور، وامام عاشور برضو قال لك انا باخد المبلغ دوت، بس لو هروح النادي الاهلي ممكن يبقى فيه تنازلات وممكن الموضوع يتوفق وممكن نشاهد امام عاشور في النادي الاهلي. وده اللي بنسبه كبيره، مش بنسبه كبيره يعني بنسبه 50% ممكن يبقى موجود السنه الجايه في النادي الاهلي. ولو جات له فرصه ان هو يحترف في نادي افضل في انجلترا، انا شايف ان هو يسافر بره احسن له يعني. مع نهايه الخبر ده هتكون نهايه حلقتنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شير ولايك وسبسكرايب.